النهاردة بقى فلوج جديد بعد غياب طويل جدا. ان شاء الله ان شاء الله مش هغيب عنكم تاني، وان شاء الله هنزل فيديوهات باستمرار. النهاردة بقى الفلوج ده للناس الزهقانة اللي مسافرتش ولا راحت مكان في الاجازة، اللي محدش حس بيها. انا اول واحدة محسيتش بالاجازة خالص. طول الاجازة تمارين، كورسات، مراجعة، بنفكر العيال بالحاجات اللي خدوها، لان لو سبناهم ما شاء الله ما شاء الله يعني في الضياع. هنا بقى جات لي سفرية سريعة، وعرفت قبلها بساعتين بس عرفت ألم الدنيا لأن أنا كان عندي كل حاجة جاهزة. فاللي هو طلعت الشنطة هوب فضيتها من اللبس الشتوي، حطيت فيها مستلزماتنا وما بحبش اخد حاجة كتير، واتكلنا على الله. رايحين فين يا دودو؟ رايحين شرم الشيخ. جات لنا سفرية مفاجأة، عرفت قبلها بساعتين. كنا حاجزين مع فندق مش تبع شركة سياحية خالص، وميزة ان انت تحجزي مع فندق ملوش اي ميزة خالص. بالعكس، لما تحجزي مع شركة سياحية بيكون الموضوع ارخص شوية وبالانتقالات فبتوفر عليكي. بس هي جت كده يعني، هنقول الحمد لله. طبعا الطريق من هنا لشرم الشيخ كان طويل، كان تقريبا 11-12 ساعة، وكان في كمين كتير. من اول ما ندخل السويس في كمين كتير جدا. طبعا دي حاجة حلوة خالص، مش حاجة وحشة، وحاجة ما زعلتنيش بالعكس، على الرغم ان احنا اتعطلنا ووقفنا في كذا كمين، وكان في باصات كتير جدا وناس كتير جدا، بس مع ذلك دي حاجة ما زعلتنيش خالص. انا فرحت جدا ان في شرطة وكمين على طول الطريق. الولاد كانوا مستمتعين قوي، وكانوا بيتفرجوا على الضباط، وابني كان بيروح يسلم عليهم، وكانوا بيسألوه انت مسافر تتفسح؟ كان بيقول لهم مسافر اتفسح. الناس بشوشة قوي طول السكة، مفيش رخامة. احلى حاجة في الموضوع ان الولاد كانوا مستمتعين قوي، واول مرة نروح شرم الشيخ، فبالنسبة لنا الطريق كان جديد علينا، فكنا بنتفرج واحنا مستمتعين. الطريق ما كانش ضلمه، ما كانش صحراء، بالعكس مصر جميلة، ومصر اتغيرت قوي 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 قوي. طول ما احنا ماشيين بنشوف مدن جديدة زي المنيا الجديدة كده في كل محافظة، في بني سويف الجديدة، في كل محافظة ليها مدينة جديدة، فبنعدي عليها والموضوع بيبقى لذيذ قوي. هنا كان في كلب حراسة مع فرد الشرطة، فكان بيلف على الشنط. يعني البوبي ده صعبان عليا قوي بصراحة، صعبان عليا، رابطينه كده وبيلف، حرام. هنا بقى كنا في اخر الاول كمين اللي قبل الاخير، فكان خلاص بقى قربنا نطلع. طلعنا الباص، وقفنا في الريست وجبنا قهوة، وهنا لوجي بتوريكوا الضوافر. انا الضوافر بتاعتي حطيتها في الباص اول ما ركبنا، وبصراحة ما قعدتش معايا كتير، وقعت بسرعة لان انا ما كنتش عارفة اتعامل في الباص ولا احطها كويس ولا الزقها. بس عادي عادي، كله بيعدي. هنا بقى الجبال، والطريق كان خطير خطير خطير. هقول لكم بقى، احنا حجزنا مع الفندق دايركت كده مباشر، ما حجزناش مع شركة سياحية. الموضوع ما كانش لطيف قوي، بس كان في رينج اي شركة سياحية عادي يعني. الفندق اللي احنا رحناه كان سعره في رينج هواي اللي في الغردقة، لو حد نزل فيه قبل كده فهو اكيد هيعرف السعر كام. تاني حاجة حجزنا مع شركة سياحية، الباص مع شركة أمواج عندنا في المحافظة، هي ليها فرع في محافظة المنيا وليها فرع عندنا في بني مزار. حجزنا معاها. الميزة بتاعتهم اللي ما كناش نعرفها ان هم بيعملوا ديسكاونت على الأطفال، بيعملوا تخفيض 50% على الأطفال، وبيعملوا لو هتحجزي ذهاب وعودة بيعملوا لك برضو تخفيض على سعر التذكرة. كنا واخدين بقى تسالي معانا وبيبسي وحركات وحاجات تبوظ الدايت من وقت السفرية، والدايت بتاعي باظ خلاص باظ الحمد لله. ماليش وش اروح اصلا للدكتور ولا اقول لها انا عكيت ازاي هناك. دي محمية راس محمد، دي اخر كمين واشد كمين الصراحة، بس الناس برضو كانت بشوشة ولذيذة يعني. انا والله مش عارفة اروح للدكتور اقول لها انا عملت ايه، يعني مش عارفة
16 كيلو ضاع على الفاضي، 3 شهور ضاع على الفاضي عشان السفرية دي. هنا بقى كنا دخلنا شرم، طلبنا عربية علشان تودينا الفندق. زي ما قلتلكوا انا مش حاجزة مع شركة سياحية، انا كنت حاجزة باص عادي وحاجزة الفندق انا. ف جوزي كلم الفندق وحجزنا، فطلبنا بقى عربية. هناك مفيش اوبر الكلام ده، فطلبنا عربية ورحنا بقى اديناهم لوكيشن الفندق. هنا كنا وصلنا الفندق، بصراحة الناس في منتهى الذوق، كلهم ناس في منتهى الذوق، يعني انا بشكرهم جدا جدا جدا. التسكين ما اخدش ربع ساعة، احنا ما استنيناش اساسا، على الرغم ما كان زحمة وناس كتير في نفس الوقت بتتسكن، بس كل الناس محدش خد وقت خالص، كل الناس اتسكنت في 10 دقايق او اقل كمان. هنا كانت الغرفة الفيو بتاعها كان على البول الرئيسي للفندق. الغرفة كانت نظيفة وكان فيها كل المستلزمات. بصراحة احنا اللي بهدلناها بصراحة احنا اللي بهدلناها، فتحنا شنط ونفخنا حاجات وجرينا، فالدنيا كانت لطيفة خالص. كنا كل طبعا ما بننزل البول ونرجع او ننزل نفطر نتغدى نتعشى نرجع نلاقي الأوضة نظيفة، وزي احلى كمان ما استلمناها في الاول. كانت غرفة تريبل، 3 سراير، وكانت نظيفة قوي، والتكييف كان جميل، وكل حاجة كانت متوفرة معانا. الفيو بتاعها هو اللي كان خطير، بصراحة كان خطير. الفندق على فكرة لا يقل اي حاجة عن فنادق الغردقة، يعني كان لذيذ قوي وجميل. احنا متعودين بننزل في فندق الكرمة في الغردقة. بصراحة هو مش فندق، هو قرية سياحية كبير خالص، يعني كبير. احنا كنا بنخس اصلا، على الرغم ان احنا كنا بناكل كل حاجة هناك من كتر المسافة اللي بنمشيها. انما الفندق ده كان المسافة بتاعته اقل شوية، بس كان فيه كل حاجة احنا محتاجينها، وبيعملوا حفلات انيميشن بالليل على البول، ويعني استمتعنا جدا. المطعم بتاعه كان نظيف جدا، والاكل كان نظيف قوي قوي قوي، والطعم مميز. اي نعم ما كانش فيه تنوع قوي في الاكل، بس الاكل كان جميل خالص. هنا برا الفندق في كافيه وفي صيدلية وفي كل حاجة انت محتاجاها. طلعنا ده في نفس اليوم اللي احنا وصلنا فيه، طلعنا بالليل اتمشينا، وبعدين رجعنا على حفلة الانيميشن. وكده اليوم بتاعنا الاول في الفندق كان خلص. طبعا نزلنا البول وتغدينا وتعشينا، والموضوع كان لذيذ خالص. الاولاد بقى استمتعوا جدا،